عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض القرص الطرية، القرص الفلاحي. هنعملها كده في البيت، مكوناتها بسيطة جدا، موجودة في كل بيت. هنعملها بايدينا، مش هنشتريها من بره. بره القرص دلوقتي في الافران بقت غالية جدا. احنا كيلو دقيق هيعمل معانا يعني كمية كبيرة جدا، وهتبقى متوفرة عندنا في البيت. شايفين القرص اللي قدامكم ديت شكلها جميل ازاي، طرية وهشة ومنفوخة ازاي قدامكم وجميلة ما شاء الله. مع بعض حبايبي فنعمل المقادير. وقبل ما نبدأ كده ما تنسونيش بالدعم بتاعكم الجميل، اللايك والشير والاشتراك في القناة. طبعا احنا معانا كده الكيلو من الدقيق. انا هعجن النهاردة باللبن اللي هو الشرش بتاع اللبن. الشرش بتاع اللبن دوت انا لما اللبن بيقطع معايا بحوله لجبنه، وبصفي الميه بتاعته. الميه بتاعتي دي انا ما برميهاش، انا باخدها بشيلها في علبه كده او في اكياس في الفريزر. ولما باجي اعمل معجنات، اعمل قرص، اعمل اي حاجه، بعجن بالشرش ده. ده بديل يعني لو ما عندكيش لبن او حاجه، وبيبقى افضل من الميه. طبعا انا معايا كده كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، ومعايا كوبايتين من الشرش بتاع اللبن، معايا خميرة ومعايا سكر ومعايا خل ومعايا ملح. هبدأ كده بولة اعاير بقى كوبايتين من الشرش. معايا طبعا شوية من اللبن كده يعني بتاع نص كوباية. انا محبتش احط مية خالص على الوصفة ديت، كملت طبعا بلبن. كانوا عندي شوية كده، بدل ما هما مركونين رحت جايباهم حطاهم عليهم. نزلت طبعا بالخميرة، معلقة كبيرة من الخميرة، ونزلت بمعلقة من الخل وذرة الملح، وقلبتهم مع بعض كويس قوي. الخل ليه؟ الخل بيدي كده طراوة للعجينة بتاعتي وهشاشة، وبيفتح معايا العجينة. نزلت طبعا بكوباية كده من السمنة على الزيت. ممكن تعملي زيت بس، ممكن تعملي سمنة بس، او تعملي الخليط دوت اللي هو سمنة على زيت، وهو افضل يكون سمنة على زيت. ونزلت ب3 معالق سكر. قلبت الاول كل المكونات مع بعضها اللي هي السايلة، وحطيت ذرة من الملح معاهم، وقلبتها كلها مع بعض. ونزلت بكيلو الدقيق، قلبته كده تقلبتين، وبدأت ان انا اخد العجينة على الرخامة. هتبقى سهلة بالنسبة لي ان انا اخد ودي فيها كده، علشان لازم اخدم العجينة كويس، وعشان تطلع معايا عجينة كده طرية وهشة كده وحلوة وناعمة. حطيت كده سنة من الزيت على الرخامة، وبدأت ان انا اعجن بقى في العجينة بتاعتي كويس قوي. بعد كده خدتها حطيتها في البولة، وغطيتها بفوطة نظيفة، واسيبها كده على الرخامة لحد ما تخمر. هسيبها لمدة ساعة، ساعة وربع. في الشتاء دوت خمر العجين بيطول، واللي لقيتيها طولت معاكي ولسه ما خمرتش، ممكن تسخني فرن البوتاجاز وتدخليها، تغطيها بصينية وتدخليها في قلب الفرن. هتخمر معاكي في الدفا بتاع الفرن، لان الخمر بيطول جدا في الشتاء. بعد ما خمرت كده معايا، حطيتها على الرخامة كده وبدأت ألف فيها، أخرج منها الهواء، وأبدأ أقطعها راس كده قطع صغيرة على قد القرصة اللي انتي محتاجاها. يعني كبر القرصة دوت حسب رغبتك انتي، عايزاها صغيرة، عايزاها وسط، كبيرة شوية. هتقطعي العجينة حسب الرغبة اللي انتي عايزاها. قطعت بقى العجينة بتاعتي بالشكل دوت، وبدأت ان انا اسيبها. كل اللي قطعته دوت هسيبه يرتاح، مش همسك القرص وافردها غير لما ترتاح معايا، لان لو قطعتها وفردتها على طول العجينة هتلم معايا، هتبقى بتشد كده معاكي وتلم تاني القرصة. لكن لما تسيبيها بترتاح شوية بتاع 10 دقايق كده، بعد ما تقطعيها هتفرديها بكل سهولة. قطعتها كده وجبت الصواني كلها، مقلتها بقطع العجين. يعني الصواني اللي عندي خدت العجينة كلها. خلصت كده تقطيع، وجبت اول صينية قطعتها، خدت منها بقى وحطيت في الصواني اللي هي الفاضية اللي هي هتخش الفرن، وهبدأ ان انا افردها بايدي كده
وعايزة السمك بتاعها، ولا تكون رقيقة قوي ولا سمكها مليان قوي، يعني السمك بتاعها كده بتاع سنتي. باخد بقى كده من اول صينية انا قطعتها، العجين بقى خلاص ارتاح، بحط في الصينية الفاضية كده، وابدأ ان انا ابطط الاقراص اللي معايا ديت. هشكل النهاردة الاقراص، هحط عليها سمسم، وهحط حبة البركة، يعني جزء هعمله ده سمسم وده حبة البركة. حبة البركة بتبقى حلوة قوي في النوع دوت، والسمسم كمان بيديهم طعم كده ويديها شكل حلو قوي. هبدأ ابطط كده، ما بدوس في الوسط قوي، انا بدوس كده على الاطراف، والوسط بسيبه يعني قلبه كده ايه، علشان يبقى قلبه مليان، ما يكونش مبطط معايا كده وخفيف. انا ببطط من على الاطراف. شايفين القرصة لما بتبقى قلبها كده مليان، بيبقى اللبة بتاعته كده تخينة. ما تحاوليش تبططي من الوسط. ابطط كل القطع كده معايا كلها سوا واحد، وهبدأ بقى ان انا ايه اشكل شوية بحبة البركة، شوية بالسمسم، حسب رغبتك برضو. عايزة تعملي سادة اعملي سادة، بيبقى حلو برضو قوي. القرص دي طعمها صراحة جميل جدا، واحسن من اللي بتشتريها من الفرن كمان. حاجة كده انت خدماها وعاملاها في البيت، ومكونات بتاعتك عاملاها على ايدك، وحاجة نظيفة. يعني الكيلو عمل معايا بتاع 19 او 20 قرصة. شوفي دلوقتي القرصة بتتباع بكام في الفرن؟ بتتباع ب2.5 جنيه، واصغر من اللي انتي بتعمليها كمان في البيت، يعني اصغر من اللي انتي شايفاها قدامك دي، وخفيفة جدا. دي مليانة ما شاء الله، واللبة بتاعتها من جوه يعني تخينة كده، يعني تحسي كده وانتي بتاكليها انك بتاكلي قرص فعلا. يعني احنا عملنا حاجة كده في البيت ب20 جنيه كيلو الدقيق، وكيس خميرة 3 جنيه، وشوية حاجات كده من قلب البيت، وحطينا كمان ايه شوية سكر على حبة ملح، على يعني حاجات ما تسكرش في قلب البيت، حاجات ما تسكرش. يعني يعتبر احنا كلفنا 3 كيلو قرص ب20 جنيه ولا ب25 جنيه. ايه المشكلة؟ احسن ما اروح اجيب القرصة ما فيهاش خالص ب2.5 جنيه. يعني كيلو عمل لي كام قرصة؟ عمل لي بتاع 2 كيلو ولا 3 كيلو من القرص. حاجة جميلة جدا، تاكلي منها على الفطار في اي وقت، تديها لابنك كده وهو يعني عايز ياكل حاجة، طبعا ما فيش حاجة هتطلعي له قرصة هتديها له، حاجة تبقى في قلب البيت وحاجة جميلة، بدل ما اروح اشتريها بالغالي من بره. انا شكلت كده اول صينية، دخلتها الفرن طبعا حامية من قبلها ب10 دقايق، انا مسخناها ومدخلة فيها الصينية. القرص دي ما بتاخدش سوا كتير، يعني لازم تخلي بالك منها وهي في الفرن لحسن تتلسع منك. خلي بالك منها وتبصي عليها كده كل شوية علشان ما بتاخدش سوا كتير. بدأت طبعا اشكل في الصينية التانية، كان العجين معايا ارتاح وزي الفل، شايفين بيتفرد معايا ازاي بكل سهولة عشان مرتاح. وشكلت طبعا الصواني بتاعتي، حطيت سمسم، حطيت حبة البركة، ودخلت الفرن على طول، وخرج في ثواني مفيش اي مشاكل. ولما بتيجي تخرجيه من الفرن وهو سخن كده، معاكي بقى بخاخة فيها مية، بترشيه على طول بالمية، وتغطيه بفوطة وتسيبيه لحد ما يبرد. ليه بقى الحركة دي بنعملها؟ علشان القرصة تبقى طرية معايا، وتقعد معايا طرية وما تنشفش. اعمليه بالطريقة دي وجربيه، وهتعجبك اوي الطريقة، الطعم هيعجبك جدا، طريقة سهلة ولذيذة. حط كده حبة البركة، شايفين شكل حبة البركة حلو ازاي؟ ما شاء الله كل حاجة بنعملها في بيتنا بتبقى حلوة قوي، والواحد بيفرح والله لما بيعمل الحاجة بإيده كده، وخصوصا العجين وريحة العجين كده وانت بتعجني كده بيخرج كمان الطاقة السلبية اللي بيبقى جوه الإنسان. حلوة قوي العجين، وريحته جميلة في البيت.
لازم اضغط كده على السمسم او حبة البركة علشان تثبت في القرصة وما تقعش من عليها. والضغط طبعا بيبقى بالراحة كده بالصوابع الايد. هدخلها برضو الفرن. شايفين القرص وهي في الفرن كده بتتنفخ ازاي معايا وشكلها حلو كده. بقى بعد ما خلصتها كلها وطلعتها وبختها بالمية وسبتها 10 دقايق متغطية بفوطة وطلعت طرية وزي الفل. هقطع لكم منها دلوقتي وهتشوفوها جميلة جدا. جربوها وحلوة، تنفع للمدارس. وعلى فكرة كمان العجينة ديت تنفع تعملي منها الفينو، بتبقى حلوة قوي قوي قوي. شايفين شكل القرص؟ والله يا جماعة طعمها كان حكاية، طعمها كان حلو قوي، ما قعدتش والله ما قعدت. كل حاجة بنعملها في البيت بيبقى ليها طعم مختلف خالص عن بره، وبتفرحي بالحاجة اللي بتعمليها في بيتك. شايفة الشكل؟ جميلة جدا وطرية جدا جدا. هقطع لكم دلوقتي واحدة وهتشوفوها. شايفين الطراوة بتاعتها اهي، بتتقطع معايا كده بكل سهولة وجميلة ومليانة من جوه، واللبة بتاعتها كده مليانة. شايفين؟ والتسوية حلوة قوي. طبعا ممكن تخلي التسوية يعني تحمر شوية عن كده، ممكن تخليها بنفس الوضع زي ما انت عايزة. التسوية دي حاجة بتاعتك انت وترجع لك انت. حباه تبقى فاتحة شوية تبقى غامقة شوية، دي حاجة بتاعتك انت. شايفين القعر من تحت جميل جدا. التسوية كانت طلعت حلوة قوي. وطول ما انت واقفة جنب